نبدأ أول حاجة بالجبنة السادة عشان طعمها أو طعم الجبنة بالزعتر يعني ما يغيرش. فاهمين قصدي؟ فاهمين. بسم الله، نجرب أول واحدة. السلام عليكم عزيزي المشاهد، ايه الأخبار؟ فيديو جديد معاكم عبد الرحمن كالعادة. وأنا بتمشى في السوبر ماركت لقيت حاجة مميزة جدا جدا بالنسبة لي، وهي فطاير لوزين اللي هي AKA تصبيرة اللي كنا بنجيبها من مقصف المدرسة في ابتدائي. وقت ما كنت في ابتدائي كانت ب100 بيسة، دلوقتي بقت ب200 بيسة تقريبا، وشكلها بقى أكبر وغيروا في الشكل شوية. فلفيت عليهم كده ولقيت إن هما 4 أطعمة: الجبنة والزعتر والشوكولاتة والتفاح والجبنة. هنبدأ أول حاجة بالجبن. عندنا الجبنة والزعتر وعندنا الجبنة العادية. خلينا نبدأ بالجبنة العادية الأول. عندنا الاتنين دول الاول هنبدا بيهم وبعد كده نشوف السكريات. هي دي المفروض تتحط في الميكرويف بصراحه والشغل ده، بس انا لصدق التجربه زي ما كنا بناكلها في البدايه كلها عادي كده. تمام، دي شكلها. بسم الله، يلا بينا نجرب. انا متحمس بصراحه لان زي ما بقول لكم هي يعني حاجه هترجع لنا ذكريات ابتدائي بصراحه وذكريات المدرسه. فبسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا ندوق. ولا نقسمها من النص احسن عشان نجرب الحشوه مره واحده بدل ما نقعد ناكل كام من قدام. بسم الله. هنقسمها وحشوة الجبنة اهي بانت. يلا بينا ندوق. بسم الله. طعمها حلو قوي، لسه طرية. حشوة الجبنة فيها حلوة وجميلة جدا بصراحة. حلوة حلوة طبعا. يعني الحلقة دي مش هنقيم، احنا كل في الموضوع ان احنا بنجرب حاجة غايبة عني بقالها كتير. ففوق التقييم لوزين كده كده فوق التقييم. تصبيرة من اجمل الحاجات اللي لوزين عملتها. هما بيعملوا عيش ومخبوزات مختلفة يعني وكده. تصبيرة من احسن الحاجات اللي لوزين عملتها. فيلا بينا نجرب دلوقتي الجبنة بالزعتر. بسم الله. كانت هتنطر في وشي. نفس الشكل تقريبا من بره، هو بالظبط. نقسمها برضو من النص عشان نشوف الحشوة. واو، دي باين عليها انها مختلفة. الجبنة نوعا ما، على فكرة انا ظلمتهم، الحشوة باينة من اول قطمة عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا دي اللي كنت بجيبها في المدرسة. الجبنة بالزعتر تحفة 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 تحفة. احلى من الجبنة. يعني السبب الوحيد ان انت ما تجيبش الجبنة بالزعتر لو انت ما بتحبش الزعتر، غير كده هات الجبنة بالزعتر طبعا. نخش بقى دلوقتي على الحلو. عندنا حاجتين: عندنا تصبيرة اللي بالشوكولاتة وعندنا تصبيرة اللي بالتفاح، وفي عود قرفة هنا مرسوم فيها تقريبا بالتفاح والقرفة. فاحنا عندنا دلوقتي الحلو شوكولاتة وتفاح بالقرفة. نجرب ايه الاول؟ نفتح كده ونجرب. شكلها زي ما هو زي الاتنين اللي فاتوا. نفتح كده من النص. بسم الله. يا عمر يا شوكولاتة. فبصوا محقونة من قدام وموجودة برضو هنا في كل حتة في شوكولاتة، مش زي مثلا عندنا في مصر المولتو اللي من غير حشو ده. مش عايزين نتكلم بس. بسم الله نبدأ. القطمة كلها شوكولاتة، كلها مفيش حتة حاف مفيهاش حشو، كلها شوكولاتة. تحفة طبعا، فوق التقييم. التصبيرة بالذات فوق التقييم. وصلنا لآخر واحدة وهي التفاح والقرفة. دي أكتر واحدة أنا متحمس لها، لأن طعم التفاح والقرفة أنا غالبا دوقته قبل كده بس ما بدقوش كتير. يلا بينا نفتحها. الله، ريحتها حلوة قوي قوي قوي، ريحتها تفاح قوي. نقسمها من النص. جينا بصينا كده على الحشوة، جينا بصينا على الحشو.
يعني يعتبر في قرفة من فوق، حاطين قرفة فوق والتفاح بالقطع من تحت. بسم الله. رهيبة 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 رهيبة، دي أحلى واحدة، دي أنا أخدتها. تحفة 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 تحفة، دي أحلى واحدة. يعني لو هنقيم التفاح فرق كتير قوي عن الشوكولاتة. يعني الشوكولاتة حاجة يعني ممكن تقول ان هو ميكس عادي، يعني ممكن تجيب اي حاجة بالشوكولاتة هتمشي، فاهم قصدي؟ لكن تفاح وقرفة بصراحة ميكس تحفة. والجبنة بالزعتر احلى طبعا من الجبنة، لان الزعتر ادالها بعد تاني في الطعم. بس كده عزيزي المشاهد، حسيت ان انا في الفسحة في 6 ابتدائي والله العظيم. المهم ده كان فيديو خفيف لطيف كده، بنجرب فيه حاجة مختلفة، حاجة جديدة عليكم عزيزي المشاهد، وكمان حاجة يعني مميزة ترجعني شوية لسنين ابتدائي. وبس كده عزيزي المشاهد، اتمنى يكون الفيديو عجبك. استنى الفيديوهات الجايه ان شاء الله هتكون احسن وهتعجبك اكتر. بس كده عزيزي المشاهد، ختاما كان معاكم عبد الرحمن، ومع السلامة. سلام.